بسم الله الرحمن الرحيم. والله تصدقوني خاوتي، ما كاين اللي قال لي دير ذا الفكره، ما كاين اللي نوح على هذا الامر، لكن حاجه حزت في نفسي وحزت في قلبي، انه تعرفوا باللي جبال عمور تمتاز بالاخضرار، على راسها ما نحن هنا في مدينه سبقاق الخضراء الطيب اهلها. سبقاق التي تبعد عن مدينه افلو حوالي 20 كيلومتر عامه. ارتأت او جاءت في راسي واحد الفكره، لماذا ما عندناش حديقه كبيره يجوا فيها العوائل من كل حدب وصول، خصوصا في ولايه افل المنتدبه او ما جاورها من الولايات، سواء من البيض من المغواط الى اخره. نديروا حديقه كبيره يكون فيها استثمار، يكون فيها الناس وين تريح، يكون الناس وين تقتني مأكلها ومشربها في داخل الحديقه، وكبيره تكون اكثر من 4 هكتارات او الى اخره. وهنا رانا متهنين من جانب الغطاء النباتي، تجي تريح الناس هنا، ترجع للطبيعه، وتعرفوا بلي الانسان يريح كي يروح لحاجه ترجعوا للاصل نتاعو، لانك تشوف الخضرار، تشوف الطبيعه، تشوف الاحصنه، تشوف الابقار، تشوف الى اخره، تشوف هذا القمح خيرات بلادي. انا نتمنى انه يكونوا خاوتنا مسؤولين في افلو عامه في سبقاق خاصه بعين الاعتبار هذا الفكره هذه، انه نديروا حديقه كبيره تلم العوائل، تكون فيها صور، يكون فيها الناس خدامه، اولا نجيبوا مناصب شغل، ثانيا تصدقوني هذو يديروها برك ويجوا العوائل بالمئات. السلام عليكم.